انتوا مش متخيلين الصلاة على النبي بتعمل ايه وممكن تشقلب حياتك ازاي، ممكن تعملك معجزات انتي ما كنتيش متخيلاها ولا كانت في بالك اصلا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. الفيديوهات الطويلة وحشتني جدا، فجاية النهاردة بقصة وحاجة حلوة جدا حصلت معايا في حياتي وجاي احكيها لكم. من كتر ما انا بجد القصة دي عزيزة جدا على قلبي، عمري ما هنسى تفاصيلها ابدا ابدا مهما يحصل. قصة بدأت من 2023 نهايتها شهر 12 بالظبط. ربنا كرمني بعمرة من حيث لا أحتسب كده. الفترة دي أنا كنت متابعة فيها بنوتة على السوشيال ميديا بتتكلم على الصلاة على النبي. ليل نهار كنت مشغلاها في البيت، رايحة جاية بعمل حاجة في البيت بنظف أيا كان، هي شغالة معايا بجد طول النهار معايا في البيت، يعني مستأنسة بيها كده، وطول ما أنا مشغلاها بصلي على النبي. الفترة دي كانت أكتر فترة في حياتي بجد، أنا كنت مستمرة على الصلاة على النبي. إدمان إدمان بجد، هي بقت سهلة جدا على لساني. بكررها كتير جدا بدون أعداد. ما بحبش أمسك السبحة أقعد أكررها. بحس إن أنا ما بكررها كده بدون عدد بتطلع مني كده احسن، وببقى يعني زي ايه بقولها كده باستشعار، ببقى حاسه بيها قوي. المهم ربنا كرمني بالعمره الحمد لله، ورحت 2023 شهر 12، 27 12 او 26 12 مش فاكره التاريخ بالظبط. وحضرت بداية السنة الجديدة هناك الحمد لله والشكر لله، دي كانت أحسن هدية حصلت لي في حياتي. رحت، كانت رحلتي إن أنا أنزل على المدينة الأول 4 أيام، وبعدين بطلع على مكة بكمل بقية الرحلة. فهي كانت القصة بقى إن هي البنوتة اللي أنا كنت بتابعاها وبتتكلم على الصلاة على النبي كتير، هي كانت أصلا في السعودية بتشتغل هناك الفترة ديت، وكانت بتسجل فيديوهاتها على الصلاة على النبي بقى، والحاجات اللي حصلت لها في حياتها، وازاي ان هي خرجت من الاكتئاب يعني الحياة الكويسة، وربنا كرمها احسن كرم وكده. كانت بتسجل الفيديوز بتاعتها في المسجد النبوي. فانا رايحة يعني اللي هو يا رب اشوفها بجد، انا نفسي اشوفها بجد، بس ما دعيتش خالص خالص ان انا اشوفها يعني. ما جاش في بالي يعني اللي هو ايه، ربنا كرمني ان انا اشوفها، يعني دي هتبقى حاجة حلوة، ما شفتهاش خلاص. بس العدد طبعا في المدينة المنورة انتوا عارفين طبعا المسجد النبوي عامل ازاي. اكيد يعني ملايين الناس يوميا بيبقوا موجودين. المهم ادخل كل يوم كده بعيني، اقعد ابص كده عليها في المكان يمكن الاقيها. قعدت الكام يوم اللي كنت قاعداهم في المدينة وربنا ما كرمنيش وشفتها الفترة ديت، فخلاص بقى اللي هو خلاص يعني انا ما شفتهاش في المدينة اكيد مش هشوفها في مكة. يعني هي وده الصراحة اللي جه في بالي، اللي هو العدد في المدينة اكيد يعني اضعافه في مكة، فاللي هو يعني ربنا بجد ممكن يكرمني واشوفها هناك؟ لا ده حاجة مستحيلة الصراحة. بس واستمرت الرحلة ورحت الحمد لله عملت العمرة بتاعتي. قضيت كام يوم في مكة الحمد لله والشكر لله. يعني كان في حبة كده حاجات منغصة عليا حياتي في العمرة، لان انا شخص ما بحبش خالص خالص الاختلاط، اللي هو يعني مع حد ما اعرفوش، او يعني ناس انتي مش واخده عليهم، هم جايين من مكان وانتي جايه من مكان، فاكيد اكيد هيبقى فيه ايه حبه حاجات كده مش مريحه في الرحله يعني. وللاسف انا كنت قاعده مع ناس في الغرفه، هم من مكان وانا من مكان، احنا طبعا ما نعرفش بعض، فكان الموضوع صعب جدا معايا. في ناس اتأقلمت معاهم وكانوا كويسين جدا جدا، وعايزه اقول لكم ان من ساعتها لحد دلوقتي واحنا صحاب. الناس كده طلعت بيهم العمره بجد من احسن الناس اللي عرفتهم في حياتي. ما اطولش عليكم، اليوم بقى اللي انا كنت رايحه فيه وحصلت معايا الحاجه الحلوه قوي قوي اللي هي ربنا قدر لي وحصلت لي بسبب الصلاه على النبي كتير. كانت يوم نازله انا من الفندق، صليت العصر في الفندق على ما اتذكر، وبعدين نزلت قلت هصلي المغرب والعشاء في الحرم، لان الفندق بتاعي ما كانش قريب من الحرم للاسف، كنا بنركب اتوبيس، فكان بياخد مجهود رايح جاي ومشي كتير جدا. اللي جرب العمرة وجرب المشي هناك هيبقى فاهم انا بتكلم على ايه. المهم اليوم دوت كان في طنط عزيزة على قلبي جدا جدا، عرفت ان انا بنزل كل يوم وبقعد في الصحن تحت في قصاد الكعبة بالظبط، ببقى شايفة الكعبة. فهي حبيبتي ما بتعرفش تمشي مسافات طويلة، وكانت بتعمل ايه، بتقعد بره يعني في المكان اللي هو الساحة بره بتاعة الكعبة، عشان هي ما تقدرش على المشي الكتير وان هي تنزل الصحن، وما كانتش بتعرف يعني. المهم اليوم ده عرفت ان انا بنزل وبروح يوميا وبشوف الكعبة يوميا الحمد لله وكده. قالت لي خلاص انا نفسي قوي قوي اروح واقعد قصادها، هي قالت لي ان هي ما شفتهاش غير ساعة العمرة تقريبا.
فقُلت لها: "أكيد طبعًا." وبتاع، وجات معايا اليوم ده، وأنا اليوم ده كنت متضايقة جدًا، 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 يعني نازلة من الفندق بجد متضايقة، الناس اللي في الغرفة معايا ربنا يهديهم يا رب ويصلح حالهم، يعني الصراحة كانوا قايمين بالواجب وزيادة، مش متأقلمين مع بعض نهائي، نهائي، يعني حاولت إن إحنا نتفاهم كده مع بعض ما فيش، يالّا الحمد لله يعني، فكنت نازلة متضايقة جدًا، جدًا، لدرجة إن أنا كنت باعيّط، بس ما كنتش مبيّنة بس زعلي قدّام حد، ما باحبش كده يعني، فكنت كاتمة كده جوايا لحد أمّا أروح الحرم أتفك هناك حرفيًا. رُحت بقى الحرم مع طنط ونزلنا عند الصحن وكده، كانت الدنيا زحمة جدًا، لإن أنا متعودة إن أنا دايمًا عشان أروح وألاقي مكان أنا باروح قبل الصلاة بوقت. فاليوم ده عقبال بقى ما مشينا وماشيين بقى إيه براحتنا وكده عشانها، اتأخرنا للأسف شوية فالدنيا كانت زحمة، المهم دخلنا عند الصحن تحت، وجبت لها كرسي من الكراسي بتتفتح دي وقعدتها، المهم هي تبقى قاعدة مرتاحة وشايفة الكعبة وكده، وأنا لزقت ورا خالص كده في المصاحف اللي بتبقى ورا في الآخر عند النساء، وإيه وقُلت مش مشكلة لحد بس أمّا الصلاة تخلص وبعدين إيه أطلع أقعد قدّام يعني جنبها ونقعد جنب الكعبة وكده. المهم صلينا، اليوم ده كنت متضايقة جدًا، يعني لدرجة أنتم مش متخيلينها، غير إن هم أصلًا يعني تعبين نفسيتي بجد، بجد يعني إن إحنا رايحين العُمرة نفُك عن نفسنا ونشيل تعب السنين ونشيل كل حاجة من دماغنا وبتاع، للأسف ده كان ابتلائي في العُمرة. المهم كنت عمّالة أعيّط جدًا، جدًا وأنا باصلّي، غير إن هُم مضايقينّي يعني، غير إن أنا أصلًا أعصابي مش مستحملة، يعني أنا أصلًا رايحة العُمرة تعبانة، تعبانة من كل حاجة بقى، فاللي هو كنت عمّالة أعيّط جامد جدًا اليوم ده، وكنت متضايقة أوي، 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 وكل دعواتي بقى وأنا باصلّي إن هو يا رب أنا نِفْسي أفرح، أنا نِفْسي أفرح، نِفْسي تعملي حاجة تفرّحني، أنا تعبت، كل دعواتي في الصلاة كانت كده، اللي هو أنا نِفْسي أفرح، اعمل لي حاجة تفرّحني، يعني مش حاجة معيّنة، بس أنا عايزاك تفرّحني. بس كنت متأثرة أوي يعني اليوم ده الصراحة. صلّينا المغرب والعشا الحمد لله، الدنيا فضيت، فطلعت قعدت جنبها، جِبت كرسي وقعدت جنبها كده عشان نتأمل بقى في الكعبة كده نهدّي دماغنا شويتين 3. بس وأنا قاعدة كده معاها لقيت بنوتة كده جايبة الشنطة بتاعتها، الشنط بتاعتها على كتفها كتير، جات يا حبيبتي يعني قدامنا بكام شبر كده بالضبط، زي ما تكوني قاعدة في صف كده والصف اللي قدامِك حد ييجي يقعد فيه، هي كانت كده بالضبط المسافة اللي ما بيننا، وجات قامت منزّلة الشنط بتتلفت كده بجنب وشّها، يعني وشّها مش باين كلّه، بس بجنب وشّها كده، لقيتها هي البنوتة اللي أنا كان نفسي أشوفها، وباحب فيديوهاتها أوي، أوي، أنتم متخيلين يعني إيه تبقوا قاعدين كده في أمان الله، ربنا يجيب لكم الحاجة اللي نفسكم فيها لحد عندكم، عشان أنتم دعيتوا له بس كده، قُلتوا له يعني نِفْسي تفرّحني بس، والصلاة على النبي بقى، الصلاة على النبي أنا عايزة أقول لكم كان إدمان، إدمان، الصلاة الإبراهيمية بالذات يا جماعة، كنت مدمناها بشكل غريب الحمد لله والشكر لله يا رب، اللي بيتعوّد عليه على لسانه خلاص ما بيعرفش إن هو يبطّل يقولها، لقيتها هي ما بقيتش مصدّقة طبعًا، صدمة عصبية، أنا باتكسف أوي، أوي، فتمالكت أعصابي واللي هو ده بجد والّا graphic ده والّا إيه؟ رُحت سلِّمت عليها طبعًا، لإن دي فرصة مش هتتعوّض، أنا باحبها أوي، أوي الصراحة، سلِّمت عليها وقعدت أقول لها بقى إن أنا باحبِّك جدًا وباتفرّج على الفيديوز بتاعتِك ومش عارفة إيه والكلام الجميل ده، وهي كانت لذيذة أوي، أوي، أوي الصراحة، يعني غير الفيديوهات تحسّوا لأ هي بجد أحلى كمان على الطبيعة، ما شاء الله عليها، ربنا يحفظها ويحميها يا رب، بس واتصوّرنا مع بعض وخدنا صور ذكرى وكده، بس كان يوم أنا عمري ما هانساه بتاريخه بجد، هو كان 6/1 24 2024 بجد الصور بقى موجودة عندي طبعًا وكده. خلاصة الكلام ده كله يا جماعة، إن بجد ما فيش حاجة مستحيلة على ربنا، فوّضي أمرِك لربنا بجد، بجد ما فيش حاجة اسمها مش ممكن تحصل. شوفي أنا أول ما شِلت الموضوع من دماغي وقُلت لأ، خلاص يعني إزاي هاشوفها في مكة، أنا ما شُفتهاش في المدينة، إزاي هاشوفها في مكة؟ خلاص اللي هو كده، الموضوع اتشال فعلًا من دماغي، سبحان الله ربنا جابها لي لحد عندي، ففعلًا سلّموا أمركم لله، ما تتعلقوش بالأسباب، ما تتعلقوش ببشر، ما تتعلقوش بأي حاجة، أنا ما دعيتش بالحاجة دي، أنا ما دعيتش بيها، يعني أنا كنت باصلّي بس على النبي، هي كانت قالت كلمة جميلة أوي في فيديو من فيديوهاتها إن الصلاة على النبي بتعمل select all لكل دعواتِك، أنتِ مش محتاجة تدعي، أنتِ بس يعني صلّي على النبي وشوفي بقى الحاجات اللي هتيجي لِك هتبقى عاملة إزاي. برضه جات على بالي بمناسبة القصة
القصة دي اللي هي فلما استيأس الرسل وظنوا أنه مش فاكرة الآية عشان ما افتيش. جاءهم نصرنا. هو هاكتب لكم الآية على الشاشة عشان أنا مش صراحة مش متذكراها قوي. يعني إن الرسل أما يئسوا خلاص من الحاجة اللي هم عايزينها سبحان الله الفرج جالهم. فهي دي أنا حسيت إن القصة بتاعتي عاملة زي كده بالظبط، اللي هو الموضوع شلته من دماغي حصل سبحان الله. صلاة على النبي، صلاة على النبي. مش قادرة أقول لكم، هي عملت حاجات كتيرة برضو في حياتي، يعني كانت بتيسر لي مشاوير، بتعمل لي حاجات. باحس إن هي عارفين أنتم أمّا تبقوا ماشيين كده ببودي جارد وحاسين إن الدنيا متيسّرة لكم بطريقة غريبة، أنتم مش عارفين هي متيسّرة إزاي، ماشيين لا تفقهوا شيء في مشاوير غريبة بعيدة، ممكن تبقى مكلكعة. حاجات كتيرة بجد حصلت معايا في التوقيت اللي أنا كنت باصلّي فيه على النبي كتير أوي، أوي. دي أحلى قصة حصلت لي من الصلاة على النبي. ويعني أنا شايفة إن هي حاجة زي السحر كده بجد، يعني اللي هو أنا ما كنتش مصدقة نفسي لحد النهارده. أمّا أكون كده عايزة أفرح أو كده أشوف حاجة تبسطني، أفتح الصور بتاعتنا وأشوفها فيديو كده. يعني حاجة جميلة، جميلة بجد. الصلاة على النبي يا جماعة بجد بتعمل معجزات. وفي شوفوا قصص بتاعة ناس كتيرة أوي على السوشيال ميديا إيه اللي حصل لهم مع الصلاة على النبي. قصص مبهرة، مبهرة، يعني أكتر من اللي أنا باحكيها دي بمراحل. النهارده ليلة الجمعة، فأنا حبيت أصور الفيديو ده النهارده والوقت متأخر، بس قُلت لازم أصوّره وهاضبّطه وهانزّله لكم على طول إن شاء الله. الصلاة الإبراهيمية يعني بس حطّوها بس في لسانكم كده واتعوّدوا عليها، وأنتم بجد يعني هيتحقق لكم مش معجزات، هيتحقق لكم حاجات كده من وجهة نظرنا إحنا مستحيلة، بس عند ربنا ما فيش حاجة مستحيلة خالص. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، شير في الخير، شيّروا الفيديو لأصحابكم عشان هم كمان يستفادوا ويصلّوا على النبي ويتحقق لهم حاجات ممكن تكون متعطّلة عندهم بقى لهم سنين، وأنتم كمان ما تكسّلوش عن الموضوع، بجد الموضوع يستاهل يا جماعة. وما تاخدوهوش بوجه التجربة، لأ خدوه على يقين إن إحنا بنصلّي على النبي عشان نفوز في الدنيا وفي الآخرة. بالذات، بالذات يوم الجمعة، أوصيكم بالصلاة على النبي يوم الجمعة كتير جدًا، جدًا، بالذات كمان الساعة اللي قبل المغرب، اللي هي قبل المغرب بساعة دي ساعة عظيمة. استمروا على الصلاة على النبي وخدوا خلوة كده مع نفسكم وصلوا على النبي كتير أوي في الوقت ده، وبجد، بجد أنتم الكسبانين. بقى لايك عشان تشجعوني إن أنا أعمل فيديوز تاني واحكي لكم قصص كتيرة في حياتي. أنا عندي حبة قصص يا جماعة والله تتكتب في كتاب بجد. ما تنسوش بقى اللايك، الكومنت الصغنن الحلو بتاعكم، وصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أشوفكم على ألف خير الفيديو اللي جاي. باي باي.